احلى وانضف دبابيس كنتاكي هتاكليها مقرمشه وهتعمليها بكل سهوله. عندي دبابيس فراخ منضفاها كويس جدا ونقعاها في محلول النقع لمده 4 ساعات وشايله منها الجلد واي دهون زياده. ولو الدبوس حجمه كبير ممكن تفتحوه كده لغايه اما توصلوا للعظم وتحاولوا تفردوه عشان يستوي كويس مع القلي. عندي كوبايه من اللبن الساقع، حطيت عليها معلقتين كبار من الخل وسبتها كده لغايه لما يعمل تكتلات. التوابل بقى اساس الوصفه: معلقه صغيره من الملح، فلفل اسود، توم باودر وبصل باودر، ونص معلقه صغيره من الشطه والسبع بهارات، ومرقه الدجاج الباودر. احط معلقتين كبار من المستردة ومعلقه كبيره من الباربيكيو صوص، ولو الباربيكيو صوص مش موجود ممكن تستبدلوه ببابريكا مدخنه. هنقع الفراخ في التوابل دي كلها لمده ما تقلش عن ساعتين، ولو بيتوها من قبلها بيوم هتبقى احلى بكتير. هحضر كوبايه ونص من الدقيق، عليها معلقه كبيره من النشا، وهحط عليها نفس التوابل اللي استخدمتها للفراخ. بعد ما الفراخ اتنقعت كويس هاخد واحده واحده من الفراخ كده واحطها في الدقيق ده، وهقعد اقلبها شويه، وبعدين هحطها في ميه ساقعه فيها تلج، وبعدين هرجعها للدقيق. اهم حاجه فكره ان احنا ندوس عليها ونقعد ننفض فيها كده من الدقيق وندوس تاني، عشان ده اللي بيديها شكل في الاخر وبيعمل القرمشه اللي احنا بنشوفها في المطاعم. وخدوا وقتكم قوي في المرحله دي، يعني ممكن كل واحده تنفضوا فيها كده 3 4 دقايق. بحب بقى اقليها في حله مش طاسه عشان يبقى الزيت غزير، وبنزل قطعتين بس كل مره. والزيت يبقى سخن في الاول جدا لمده 5 دقايق، وبعد كده بخلي النار متوسطه، وتقريبا كل طاسه بتاخد ربع ساعه على النار. شايفين بقى بعد ما اتقلت مقرمشه وخطيره؟ جربوها بقى مع الصوصات اللي تحبوها وبطاطس محمره، وبجد دي احلى طريقه هتاكلوا بيها الفراخ الكنتاكي في البيت. ما تنسوش تجربوها وتقولوا لي رايكم.